آه الإدغام، قوله أدغم، لا بد أن نبين ما هو الإدغام. الإدغام هو كما أسلفت منذ قليل أن يلتقي حرفان متماثلان والأول ساكن. هذه الصورة المثالية للإدغام، حرفان متماثلان والأول ساكن. أي صورة غير هذه الصورة لا تصلح للإدغام إلا أن نحولها إلى هذه الصورة. يعني قد تبين، دال ساكنة بعدها تاء، صحيح أنهما حرفان متجانسان ومن المخرج نفسه، لكن لا يمكن إدغام دال في تاء إلا إن حولنا الدال في قد إلى تاء، فعندئذ تصير قد تبين. قد تبين فيلتقي تاءان يعني متماثلان والأول ساكن، فندغم الأول في الثاني فتصير قد تبين. إذن الصورة المثالية للإدغام حرفان متماثلان والأول ساكن، لا تنسوا هذين الشرطين، حرفان متماثلان والأول ساكن. إن كانا متماثلين والأول متحرك لابد من تجريد الأول من حركته. إن كانا غير متماثلين لابد من جعلهما، من تحويلهما إلى متماثلين، ثم عملية الإدغام تحدث. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. الإدغام قلت منذ قليل إن القصد منه الخفة في النطق، والعرب كانت تفعله من غير أن يعلمهم ذلك أحد، بالفطرة، لأنه أخف على الألسنة. فلذلك كان أبو عمرو البصري الذي تحدثنا عنه منذ قليل إمام الإدغام الكبير كان يقول يشبه الإظهار يشبهه بمشي المقيد. يعني تصوروا إنسان واقف، وهو واقف ربطنا له رجليه هكذا، وأراد أن يمشي هذا الإنسان باعتبار أن رجليه مربوطتين. لو رفع رجله الأولى وأراد أن يضعها، أين سيضعها؟ سيضعها في المحل الذي رفعها منه. هل عرفتم ما معنى قول أبو عمرو إن الإظهار بمثابة مشي المقيد؟ لأن من قيدت رجلاه لو رفع رجله الواحدة فلا يستطيع أن يخطو بها لأنها مقيدة، فيعيدها إلى المكان الذي كانت فيه. إذن يا ليته ما حركها. فشبه رحمه الله الإظهار لما يقول مثلا قد تبين، أنت يا أيها الناطق كنت في هذا المكان من طرف اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك، ثم عدت إليه فغادرته ثم عدت إليه مرة ثانية. أليس من الأسهل عليك لو أنك لم تغادره فأطبقت على حرف ساكن وباعدت جافيت عن حرف متحرك، فصدمت صدمة واحدة ونطقت حرفين. هذا فيه اقتصاد في الجهد العضلي، فيه سهولة في النطق، وهو أيضا أخف على الأذن. هذا هو الإدغام وهذا الحكمة منه. إذن الإدغام ما هو تسلية ولا هو في أي مكان، لا بد أن يكون له يعني منطق حتى الإنسان يجوز له أن يدغم. ننتقل إلى اللوحات التعليمية في حلقة اليوم التي تبين لنا أنواع الحرفين الملتقيين إن شاء الله تعالى. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. نعم، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها فنرى عليها الحرفان الملتقيان. كم احتمال؟ هذا الاحتمال الأول أن يكونا متماثلا، هما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة. المتجانسان هما الحرفان المتفقان مخرجا والمختلفان في بعض الصفات، وقد مثلنا لذلك بالدال والتاء مثل قد تبين مثلا، والتاء والطاء مثل همت طائفتان أصلها همت طائفتان. الاحتمال الثالث أن يكونا الحرفان الملتقيان أن هما متقاربان، هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفة، ومثلنا لهما بلام التعريف في التواب. نعم. الاحتمال الرابع أن يكون الحرفان الملتقيان متباعدين، فالحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج وفي الصفة،
ومثلنا لذلك بحرف شفوي مثلا ميم مثلا مع هاء من الحلق أو خاء أو حاء حلقية. هذه هي الاحتمالات الأربعة التي أمامكم للحرفين الملتقيين في لغة العرب ولا خامس لها. هذه اللوحة تبين معنى الإدغام في اللغة. الإدغام أخذه علماؤنا من كلمة تستعملها العرب، يقولون أدغمت اللجام في فم الفرس. أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته فيها. فيها يعني في فمها. هذا اللجام الذي ترونه هو قطعة معدنية داخلة في فم الفرس، فيقول العربي أدغمت اللجام في فم الفرس. شو يعني؟ يعني أدخلته فيها. وأيضا تقول العرب أدغمت السيف في غمده. أدغمت السيف في غمده يعني أدخلت السيف في غمده كما فهذا العمل. إذن الإدغام المعنوي أو الاصطلاحي مأخوذ من إدخال شيء في آخر، إدخال شيء في آخر بحيث يبدوان بعد الإدخال وكأنهما شيء واحد. إدخال شيء في آخر بحيث يبدوان بعد الإدخال وكأنهما شيء واحد. هذا تعريف الإدغام عند علماء اللغة وعلماء التجويد، هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، لاحظوا حرف ساكن، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا القصد من الإدغام، ارتفاع المخرج عن الحرفين ارتفاعة واحدة بعد أن كان يرتفع ارتفاعتين، مرة عن الأول ومرة أخرى عن الثاني. نحو وليكتب بينكم. لاحظوا بأن الباء الأولى أدغمت في الثانية يعني دخلت فيها، فأطبقنا الشفتين على باء ساكنة غير مقلقلة وباعدناهما عن باء مفتوحة. والأصل في الإظهار أن نقول وليكتب بينكم، وهذا لا يفعله أحد من العرب أبدا. المثال الثاني هم الطائفتان، أيضا هنا تاء وطاء، والتاء والطاء من المخرج نفسه، فالأصل أن نقول همت طاء، همت طاء، هكذا الأصل، لكنه ثقيل، فلذلك كانت العرب تحول التاء في همت إلى طاء ثم تدغم الطاء في الطاء التي بعدها فيصيران طاء واحدة مشددة يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة، فيقولون هم الطائفتان.